ما يا بنات الرجاله دول على طول مستعجلين. اول ما لقاني بحط الشطه وعليها كمان السكر اتعصب وتنرفز وقال لي حرام عليكي، ده السكر غالي وكمان بتحطيه في الشطه. قلت له اصبر بس عليا، ده انا هوفر لك كتير ولسه هحط بقيه المقادير. تعالوا بقى انتوا شوفوا واحكموا بنفسكم وشوفوا الفيديو للاخر وقولوا لي رايكم ايه. اول حاجه هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. عندي كيلو من صدور الفراخ وكان متقطع على اساس ان انا هعمله بانيه بالطريقه العاديه التقليديه. قلت لا انا هغير بقى وهتشوفوا معايا في اخر الفيديو. قطعوا بقى شرايح كده صغيره اكبر كده من الشاورما بشويه. هنزل بقى عليه ببهارات، بودرة ثوم وبودرة بصل وكمان كاري وكركم وبابريكا وشوية من الشطة وشوية كده من الجنزبيل بيديله طعم بجد خطير. بعد كده بقى نزلت عليها بالملح والفلفل الاسود. قلبت بقى المكونات كده مع بعض والتتبيلة القمر دي علشان اسيبها شوية كده حوالي ربع ساعة كده في التتبيلة علشان تتشرب من التوابل الخطيرة دي، بتديها طعم بجد حلو جدا. قلبيها بقى كويس كده وسيبيها لمدة 10 دقايق. بعد بقى ال10 دقايق ابتدي حطي عليها حوالي كوباية كده من الدقيق، طبعا حسب الكمية اللي انت كمان بتستخدميها، وحطي عليها معلقتين كبار من النشا وقلبيهم وسيبيهم كده مع بعض لمدة نص ساعة في قلب التتبيلة وفي قلب الدقيق والنشا. بصوا بقى هقلبها كده كويس، هتبتدي تتشرب كده معانا الدقيق والنشا وده هيدي كفر حلو جدا فراخ. والطريقه دي حلوه جدا لقلي الفراخ من غير بقى بيض ومن غير مكونات ومقادير كتير. تعالوا بقى اقول لكم السر النهارده في الوصفه بتاعتنا اللي هو ان احنا هنحط الشطه على السكر ازاي. هنجيب كده كزرولة واحط عليها كوبايه كده من الميه وهحط عليها معلقتين كبار من الشطه، وهنا الشطه تكون ناعمه كده معانا علشان ما تبانش كده معانا في الصوص. ممكن تستخدمي قرون الفلفل الطويله دي تبتدي ان انت تطحنيها في المطحنه. هحط بقى عليها كمان السر عندنا النهارده في ربع كوبايه من السكر ونص معلقه صغيره من بودره الثوم وبودره البصل ومعلقتين كمان كبار من الكاتشب. وهنا بقى هننزل بمعلقه كبيره كده من الخل. هقلب بقى المكونات دي كده، يعني بصوا تدوب كده مع بعضها والسكر كده يدوب معانا. هقلبها كويس جدا وابتدي بقى اخد الصوص القمر ده كده على النار وهبتدي احط عليه معلقه من النشا هكون مدوباها في ربع كوبايه من الميه صغيره. هقلبه بقى كويس على النار واسيبه على النار لحد ما يغلي. بصوا لونه بقى خطير ازاي. اول ما يغلي معانا هطفي عليه. هكون بقى في الوقت ده بقلي البانيه زي ما انتم كده شايفين او قطع الفراخ، وهكون كمان بسلق مكرونه، اي نوع مكرونه تقدري تسلقيها عندك. اول ما الميه تغلي معانا بالملح هبتدي انزل بشرايط المكرونه بالشكل ده وهسيبها بقى لحد ما تستوي معانا. وتعالوا بقى نشوف. بصوا الصوص بقى حكايه وريحته خطيره يا جماعه، عشاق بقى الشطه حلو جدا. ده بقى صوص ايه بقى؟ ده صوص السويت تشيلي صوص، ده بيجاب من السوبر ماركت بيبقى غالي جدا. انا بقى وفرته وعملته بطريقه حلوه وذكيه جدا تقدري تحتفظي بيه كده وتشيليه ببطرمان. هنا بقى بعد ما صفيت المكرونه حطيت عليها صدور الفراخ بعد طبعا ما قليناها ونزلت بقى بالصوص الخطير ده. بصوا بقى ريحته رهيبه، هينقل معاكم المكرونه والفراخ لحته تانية خالص. هقلبها وطبعا انا ما حطيتش الصوص كله، تقدري لو حابه تحطي الصوص كله تقدري تحطيه، بس انا سبت كده شويه علشان اللي حابب يزود كده اكسترا صوص يقدر يحط كده تاني. بألف هنا وشفا. قلبتها بقى وسبتها على النار لمدة 10 دقايق كده موطية عليها النار، وبعد كده ابتديت ان انا اغرفها. عايزة اقول لكم بجد عجبتهم جدا، وجوزي قال لي بجد لا تسلم ايديكي انت كده، يعني الاكله خطيره. وفعلا قلت له شفت بقى وفرت لك ولا ما وفرتلكش لما حطيت السكر على الشطه؟ لا وفرت لك، والموضوع طلع توفير التوفير وكمان طعم خطير. بدل بقى ما نعمل بانيه ومكرونه نعمل الاكله دي خطيره. ريحه بقى بصوا جباره. عايزه اقول لك بقى كمان ان الصوص ده تقدري تحتفظي بيه في قلب برطمان يكون نضيف ومتعقم معاكي، ويا ريت يكون ازاز. تحتفظي بيه في التلاجة لمدة شهر، هيقعد مش هيعمل اي حاجة ولا هيبوظ ولا اي حاجة. هتحطيه وتقدري تستخدميه في اي وقت. وبكده عملنا احلى صوص خطير بطريقة سهلة وبسيطة مع المكرونة والفراخ بطريقة جديدة وطعم بجد خطير. طعمها حلو جدا وسهلة وبسيطة وسريعة وبجد حلوة جدا. بصوا قمة اللذاذة، عجبتهم جدا وبألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير.